قد ما الماتش كان حماسي جدا، كوليبالي كان هياخد كارت احمر في اللقطه دي. الماتش بدأ بضغط من الهلال، بس لولا كده القادسية قدر يخطف جول في الدقيقة الخامسة. وبعد الهدف ده فريق القادسية رجع لورا واعتمد على الدفاع أكتر قدام الهلال، والهلال بقوته الهجومية قدر يروح على المرمى كتير، مرة عن طريق رأسية نونيز من عرضية كانسيلو، ومرة عن طريق رأسية سافيتش من عرضية ثيو هرنانديز. بس حارس القادسية تألق في التصديات وهو يعتبر من نجوم الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني فريق الهلال لسه مازال مسيطر على الماتش، ولحد الدقيقة 48 راح مالكم هجمة سريعة من باص حلو قوي من سافيتش، وعرض مالكم كرة أرضية لنونيز عشان يسجل الهدف التعادل. ومن بعد الهدف ده بقى فريق القادسية يرجع يهاجم ويسجل الهدف الثاني بعد هدف نونيز بدقيقة واحدة بس، او ده حتى ما كملش دقيقة كاملة. ولما القادسية تقدم بالنتيجة الماتش بقى حماسي اكتر ما بين اللعيبة، خصوصا كوليبالي اللي منع فرصة هدف مؤكدة من المهاجم الايطالي ريتيجيه. وفي الدقيقة 68 لاعب القادسية يمنح ضربة جزاء مجانية لنادي الهلال، وكوليبالي اتعصب على الحكم ولاعب القادسية عشان يروح يشوف الفار بنفسه ويحسب ضربة الجزاء عشان روبن نيفيز يدخل يسجل هدف التعادل في الدقيقة 72. ومن بعد التعادل الهلال بقى هو المسيطر على الماتش ويروح هجمات كتير على القادسية، بس دفاع القادسية كانوا صامدين قدامهم. وفي مدافع اسمه جهاد ثركي نزل كبديل في الماتش، وبصراحة عمل اداء دفاعي حلو قدام الهلال.